السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة وفي أحسن الأحوال وأحسن الظروف. الوصفة نتاع اليوم عبارة عن حلوى كتجي لذيذة وخطيرة في المذاق، فبقاو معايا للأخير باش نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. فبالنسبة للوصفة ديال اليوم فغادي نحتاجو لها 250 غرام ديال الزبدة تكون بحرارة المطبخ. غادي نحتاجو كاس ونص ديال السكر سنيدة. فبالنسبة لهاد الكاس اللي استخدمته أنا فالعبار ديالو يعني كيهز 140 مليلتر ديال السوائل. يعني إلا كنتو غادي تستخدموا كاس ديال العنبة فما تديروش كاس ونص، ديروا غير كاس وربع، ما تعمروش بزاف. غادي نزيدوا زوج ديال البيضات وغادي نخلطوا المكونات مزيان. فبالنسبة للسنيدة فمن الأحسن لو أننا ندوزوها في الطحانة غير تتهرس شوية وباش ما تعذبناش. غادي نضيفو كاس ديال الزيت وغادي نخلطوا المكونات مزيان حتى تجانس. صافي من بعد ما تخلطت لنا المكونات ودابت لنا السنيدة فغادي نضيفو 135 غرام ديال الججلان اللي يكونوا حمرناه، يعني يتحمر يتقلى. وغادي نضيفو 80 غرام ديال اللوز ونص كاس ديال الزبيب. فبالنسبة للزبيب فغادي ناخدو الزبيب غادي نغسلوه ونشفوه وغادي نقطعوه. فانا بالنسبه يعني هاد الوصفه نتاع اليوم فانا يعني كيعجبني الزبيب، فانا ضفت الزبيب يعني تقريبا درت تقريبا كاس ديال الزبيب. في من بعد غادي نزيدو النكهه ديال الفانيلا وغادي نخلطو مزيان. فبالنسبة للكمية ديال الدقيق كتبقى على حسب النوعية ديال الدقيق وعلى حسب الحجم ديال البيض. فأنا يعني الوصفة الأساسية يعني فيها 720 غرام ديال الدقيق. فغادي نضيفو الدقيق بالتدريج حتى نحصلوا على عجينة لينة أو متماسكة، يعني ما تبقاش تفرس لنا في اليد. صافي كيكون هذا هو القوام ديال العجينة ديالنا كما كتشوفوا. ما كتبقاش كتفرست لنا في اليد. صافي هنا غادي نجمعوا العجينة ديالنا، سواء غادي نديروها في بلاستيك غذائي وغادي نسدوا عليها ونخليوها واحد المدة تقريبا ديال نص ساعة نخليوها ترتاح. صافي من بعد ما ارتاحت العجينة للمدة الكافية غادي نحيدوها من البلاستيك وغادي نعجنوها بيدينا واحد شوية. فهي من خليناها ارتاحت يعني غادي تطلق لنا واحد شوية تاع الزيت. دونك هذيك الزيت غادي نحاولوا ندخلوها في العجينة مرة أخرى. صافي هنا غادي نقسموا العجينة ديالنا على زوج وغادي نغطيو النصف الآخر بالبلاستيك والنصف الآخر غادي نشكلوه كويرات باش عاد نديروه في المرسوم الخاص بالحلوة. صافي دابا غادي ناخدو المرسوم الخاص بالحلوة ديالنا. صراحة ماشي هذا هو يعني الشكل ديال هاد الحلوة، يعني كتكون واحد مستطيلة وفيها واحد الوريقات. هذاك هو الشكل، يعني هذاك هو المرسوم الأصلي ديال هاد الحلوة. غادي نكورو الحلوة على الحبات الحجم ديالهم 20 غرام على حساب الرشمة اللي غادي نديرها في المول.
صافي من بعد ما كورنا الحلوة ديالنا صافي غادي نديروها في المرشم الخاص بها، وغادي نطبعوها وغادي نحطوها في الصنيم. فغادي نبارطاجي معكم واحد التقنيه، يعني انا ما استعملتهاش في هذا الفيديو. يعني غادي تاخذوا واحد لي بافان، دوك التقاشيرات، دوك التقاشر الرقاقين اللي كيكونوا رقاق بزاف، اللي كيدوزوا فيهم الحنه و كيكونوا رقاق بزاف. غادي تاخذوا واحد، يعني تاخذوا وحده تخليوها خاصه بهاد الحلوه ديال هاد الطابع. يعني غادي نلبسوا ديك التقشيره في هاد الطابع، وغادي نبقاو نطبعوا الحلوه صافي من ديالنا. بعد ما كملنا التشكيل ديال الحلوه ديالنا، فغادي ندخلوها للفران على درجه حراره 150 درجه، اللي يكونوا سخناه من قبل بمده ديال 10 دقائق. المهم خصو يسخن مزيان، وغادي ندخلوها في الرف الوسطاني. فبالنسبه للفرن الغاز فغادي يكون الفران يعني من قبل سخون، وغادي نقصوا له لاقل درجه، وعاد نحشيو ندخلوا فيه الحلوه ديالنا الطيب. صافي هنا من بعد ما طابت الحلوة ديالنا وتهبات، يعني خليوها تاخد وقتها الكافي في الطياب، يعني خليوها حتى تحمر مزيان. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوة ديالنا. فكتجي مقرملة ولذيذة، فصدقوني كتجي رائعة. فكنتمنى منكم تجربوها. هنا كنكون وصلنا للنهاية ديال الفيديو. فكنتمنى من الوصفة نتاع اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، ونتمنىكم تجربوها، ونتلاقاو في فيديو اخر ووصفة اخرى ان شاء الله.